مش كل راجل بيسيب الباب موارب عشان معجب بواحدة. أوقات بيسيبه موارب عشان مش لاقي نفسه جوه بيته. بعد فيديو الباب الموارب، ناس كتير ركزت في الست اللي بتحاول تقرب، وناس ركزت في الراجل اللي سايب الباب موارب. بس في حاجة لازم تتقال بصراحة، ساعات الباب ده ما بيتفتحش بس من بره، ساعات بيتساب موارب من جوه البيت نفسه. في بيوت كتير الراجل فيها بعد فترة من الجواز بيبقى بالنسبة لمراته مجرد مكنة شغل، يشتغل، يتعب، يدفع، ويرجع البيت يسمع بس شكاوى: ده ناقص، وده اتأخر، وليه ما عملتش كذا. ومع الوقت يبدأ يحس إنه بقى متشاف بس وقت الغلط، لكن وقت التعب محدش شايفه. وفجأة يلاقي بره واحدة بتضحكله، تسمعه كلمتين حلوين، تقوله كلمة تقدير بسيطة. والحقيقة إن الراجل اللي مش لاقي تقدير جوه بيته، أي كلمة حلوة بره بتبقى بترن قوي في ودنه. يمكن الست اللي بره أصلاً ما تقصدش حاجة، بس الإحساس اللي بتديهوله بيعمل جواه حاجة كان محتاجها من سنين، إحساس إنه متشاف. والراجل لما يحس إنه متشاف بره يبدأ يختفي من جوه بيته من غير ما ياخد باله، وساعتها الباب يبدأ يتوارب واحدة واحدة. وده مش معناه إن الست غلطانة لوحدها ولا إن الراجل بريء، بس الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها إن البيوت اللي فيها تقدير قليل الأبواب فيها بتفضل مواربة كتير. الراجل زي الست بالظبط، محتاج يحس إنه مهم وإن اللي بيعمله ليه قيمة. ولما الإحساس ده يختفي جوه البيت، أي كلمة حلوة من بره ممكن تعمل صوت أعلى بكتير. عشان كده البيت اللي فيه تقدير حقيقي الأبواب فيه بتتقفل لوحدها. الكلمة نور، بس ساعات بتوجع.